معايا 7 جمل منفيين، كل واحدة فيهم ليها معنى مختلف عن التانية. لو مش عارف على الأقل 5 منهم انت في خطر، ولازم تبعت لي عشان احل لك الخطر اللي انت فيه. أول حاجة I don't eat pizza. I don't eat pizza معناها ايه؟ صح، قلتها صح؟ أنا ما باكلش بيتزا أصلا، ما باكلش بيتزا عموما، ما بحبهاش. يبقى لو انت لقيت don't مع انفينيتيف اعرف ان الحاجة دي انت ما بتعملهاش أصلا. I don't play tennis، ما بلعبش تنس أصلا. I don't eat fish، انا ما باكلش سمك اصلا. جايب لي سمك ليه؟ I don't eat fish، ماليش فيه، ما بحبهوش. طيب I didn't eat pizza معناها انا ما اكلتش بيتزا. ممكن yesterday ما اكلتش بيتزا امبارح، بس انا ليا فيها، بحبها، ممكن اكلها يعني عادي. but I didn't eat pizza yesterday، انا ما اكلتش بيتزا امبارح، اكلتها قبل كده بس امبارح لا. ده ماضي بسيط، مضارع بسيط، ماضي بسيط. ركز معايا. طب هنا I am not eating pizza now، انا مش كاتب now بس مش لازم. طول ما في am و is و are مع ing الحاجات دي بتحصل دلوقتي. I'm not eating pizza يعني انا مش باكل بيتزا دلوقتي. I am، انت بتعمل ايه؟ انت بتاكل بيتزا؟ no I'm not eating pizza، ما باكلش بيتزا دلوقتي. قلت بيتزا مش بيتزا. قول معايا عشان خاطر صح جدع، بيتزا ماشي. هنا I wasn't eating pizza yesterday at 2، امبارح الساعة 2 ما كنتش باكل بيتزا. طب هتقول لي ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ دي انا ما اكلتش، دي انا ما كنتش باكل، هتفرق في الترجمة، وده زمانين مختلفين. وريحني خدني على قد عقل. طب بص بقى الثلاثة دول اللي مكتوبين بالازرق دول كلهم احنا قلنا هنا مضارع بسيط، ماضي بسيط، مضارع مستمر، ماضي مستمر. طب هنا مالهاش دعوه بالمسميات لو بتتلخبط. دول كلهم مضارع تام بس بتركات مختلفة. I haven't eaten pizza معناها لا انا مش واكل بيتزا. ممكن تبقى انت شامم ريحه بيتزا فتقول لي have you eaten pizza، هو انت واكل بيتزا؟ اقول لك no I haven't eaten pizza، انا مش واكل بيتزا. وهنا have معاها التصريف الثالث البي بي. او ممكن يكون معناه يعني دي حاجه حصلت في الماضي بس مش مذكور امتى بالظبط، ممكن يكون لها اكتر من احتمال، بس دي معناها عموما اني مش واكل بيتزا ومفيش اثر على اكله البيتزا دي. طيب دي I have never eaten pizza، I've never eaten pizza يعني ايه؟ بص قلتها eaten، قلت لها eaten صح او eaten صح. I've never eaten pizza معناها انا عمري في حياتي ما اكلت البيتزا. لو جربتها يمكن تعجبني ويمكن لا. دي لو انت عايز تقول عن حاجه عمرك ما عملتها قبل كده. طب دي I haven't eaten pizza yet، انا ما اكلتش بيتزا لحد دلوقتي. يعني من اول ما صحيت مثلا ما اكلتش بيتزا من ساعه ما حطيت البيتزا على السفره، يعني من ساعه حاجه تانية حصلت. لازم تبقى عارف الفرق ما بين الجمل دي، ولو مش عارف على الاقل 5 منهم لازم تكلمني تقول لي عايز احجز معاك كورس الجرامر يا مستر مصطفى، عشان لسه في اكتر من دول بكتير جدا. وبس كده، سلام.